العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 7 مواطن بفيروس كورونا. نسبة الشفاء من مرض السل تصل إلى أكثر من 90% في الأقليم الأوسط. ارتياح لخدمات المياه في أيتوس. مقتل 17 مدنيا في هجوم شنته عناصر مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. 7 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضم أمريكيين. ومقتل جندي وإصابة 8 آخرين في انفجار في مدينة كراتشي الباكستانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 16 من مارس في مراكز العزل في أقاليم جنوب البحر الأحمر والأوسط عن سبب إصابة 7 مواطن بفيروس كورونا. وأصيب 4 في طيعو بإقليم جنوب البحر الأحمر و2 في الأسمرة في الأقليم الأوسط و1 في كرن في إقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 30 مصاب كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 20 في الأقليم الأوسط و10 في إقليم جنوب البحر الأحمر. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3062 شفي منها 2731 ووفاة 7 مرضى ولا يزال 324 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من مارس 2021. أعلن مكتب وزارة الصحة في الأقليم الأوسط بأن البرامج الفعالة الجارية لمعالجة مرض السل أدت إلى شفاء أكثر من 90% من المرضى المواظبين في تناول الدواء في الفترة ما بين عامين 2015 و2020. وفي التوضيح الذي أدلت به الممرضة نات جبر يوهانس منسقة برنامج مكافحة السل في المكتب إن الذي يصيب الرئة بنسبة 80% والأجزاء الأخرى من الجسم بنسبة 20% يعتبر مرض قاتل ينتقل بالتنفس من الإنسان إلى الإنسان، ويعالج المصاب تماما بتناول الدواء المنتظم لمدة 6 أشهر. وقالت إن الهدف من البرنامج مكافحة الإصابة والوفيات بالمرض وجعل إريتريا خالية من المرض، موضحة بأن وصفة العلاج التجريبية التي بدأت في الأقليم الأوسط عام 1997 تم إدخالها في وقت قصير إلى جميع الأقاليم لنتائجها الإيجابية. ودعت المواطنين الإسراع بالتوجه إلى المؤسسات الصحية في حال ظهور أعراض مرض السل والتعرف على أوضاعهم الصحية وتناول الدواء بانتظام إذا أثبتت الفحوصات الإصابة بالسل. وتقوم 6 مراكز صحية ومستشفيين عموميين ومستشفى مرجعي و29 عيادة بفحوصات مرض السل في الأقليم الأوسط، وأن المعدات الحديثة التي أدخلت تقدم نتائج التحاليل في غضون ساعتين. أعرب سكان أيتوس في مديرية أرعت عن ارتياحهم لخدمات مياه الشرب الصالحة. وأوضح السكان أن مشروع المياه الذي أرسي من قبل لحل مشكلة مياه القرية خف من مصاعبهم وتمكنوا من الحصول على المياه عن قرب بعد بناء محطتي توزيع وسط القرية هذه السنة. وشارك السكان في عملية مد الأنابيب بطول 3 كيلومترات. وأفاد مراسل إيرينا بأن السكان أقاموا لجنة الإدارة ومراقبة مشروع المياه من أجل تقديمها الخدمات لفترة طويلة. تشهد مديرية إقليم عنسبة تنظيم دورات تأهيلية حول تعزيز قدرات وكفاءة الشباب القيادية.
وناشد رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين في الكلمة التي ألقاها خلال الدورة التأهيلية المنتظمة في مديرية حقاد في 14 و15 من مارس. ناشد الدارسون لتسيير أنشطة فاعلة بهدف رفع وعي وتنظيم الشباب بتقوية قدراتهم وكفاءاتهم. من جهته أكد المدير التنفيذي لمديرية حقات السيد تخلى هيمانوت موسائيل جاهزية إدارته لتقديم كل ما في وسعها لإنجاح الاستثمار الجاري على الشباب. وأفادت المعلومات الواردة من مكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا تنظيم الدورة في كافة مديريات الإقليم. قام مركز شتول بيت قرقيس الكائن في العاصمة أسمر في إطار أعمال دفع وتعزيز أنشطة التشجير الفعالة عام 2020 بتوزيع حوالي 83 ألف شتلة. وأوضح مسؤول المركز السيد أبراهام إيوب بأن الشتول الموزعة على الأفراد والمؤسسات والمناطق تضم 28 نوعاً. كما ذكر المدير التنفيذي للمركز بأن الشتول التي ينميها العمال القدامى تشمل على شتول تستخدم في تزيين المدن وكذلك شتول الكلة والمناطق الريفية، مشيدا بمبادرة المشجرين على المستوى الفردي والجماعي لتغيير مناطقهم إلى أراضي خضراء. كما وزع المركز حوالي 900 كنتال من بذور البطاطا المحسنة على المزارعين النموذجيين حسب إفادة المعلومات الواردة. أنشأ مركز شتول بيت قرقيس على مساحة قدرها 2.6 هكتار. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. لقي 17 مدنيا حتفهم في هجوم شنته عناصر مسلحة يشتبه في انتمائها لقوات التحالف الديمقراطية على منطقة بولونغو شرق الكونغو الديمقراطية. ونقلت الإذاعة المحلية عن رئيس المجتمع المدني المحلي كاسالي بن كابيلا قوله إنه بعد توقل قوات التحالف الديمقراطية تم العثور على 17 جثة وأنه توجد 4 نساء بين الضحايا. وتتواجد قوات التحالف الديمقراطية وهي قوات متمردة أوغندية منذ عام 1995 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعيش على عمليات التهريب في منطقة بيني. ووفقا لتقرير حديث لخبراء الأمم المتحدة تم تشتيت هذه الجماعات بفضل العمليات العسكرية التي بدأت في أواخر أكتوبر 2019، ما اضطرها للعمل في مجموعة متنقلة صغيرة. استهدفت 7 صواريخ قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أمريكيين والواقعة شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس بريس في آخر هجوم من سلسلة هجمات مماثلة تنسبها واشنطن عادة لفصائل موالية لإيران في العراق. وفي 3 من مارس قضى متقاعد أمريكي مدني في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق. ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار داخل القاعدة بحسب المصدر الذي أوضح أن صاروخين سقطا داخلها، بينما سقط 5 صواريخ في قرية البو حسن القريبة. ولم يتبنى أي طرف بعد هذا الهجوم، لكن واشنطن تنسب عادة الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة تمولها وتدربها إيران. قالت الشرطة الباكستانية إن قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد انفجرت في مدينة كراتشي الباكستانية، مما أسفر عن مقتل جندي من القوات شبه العسكرية وإصابة 8 أشخاص آخرين. وقال الضابط البارز في الشرطة سوهاي عزيز لرويترز أن التحقيق الأولي يشير إلى استخدام دراجة نارية مفخخة في الانفجار، مضيفا أن العبوة انفجرت عن طريق التحكم عن بعد. وقال مسؤولو شرطة كراتشي إن العبوة التي زرعت بجوار سيارة تابعة لقوات الأمن أصابت 6 أشخاص آخرين تصادف تواجدهم
في المنطقة. وأعلن متمردون انفصاليون من جيش تحرير البلوش مسؤوليتهم عن الانفجار في بيان. والخبر الأخير في هذه النشرة: حققت كوريا الجنوبية معجزة اقتصادية ونكسة سكانية، وكانت كوريا الجنوبية إحدى أكثر دول العالم خصوبة ب6 أطفال لكل امرأة، ثم تراجع الرقم الآن إلى أقل من طفل واحد لكل امرأة. وأدلى عضو البرلمان الكوري النائب جانغ جيوغانيتي بكلمة افتتاحية صادمة في لجنة شؤون الأسرة والمساواة المنعقدة هذا الشهر. وتجاوز عدد الوفيات عدد الولادات لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية الموثق، وتناقص عدد السكان بنحو 21 ألف نسمة. ويتوقع أن تنخفض الخصوبة إلى 0.72 سنة 2022 ليأخذ التناقص السكاني وتيرة أسرع مما توقعت الدراسة الصادرة قبل 10 سنوات. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.